نسمع حشيشة رئيس الاتحاد الرياضي بقرمدة. والله جيت حبيت نحكيو على المهزلة اللي صارت امس في الجولة الختامية لبطولة القسم الوطني الأليف لكرة اليد، وبكل مرارة كان ضحيتها الاتحاد الرياضي بقرمدة بسقوطه للقسم الوطني باء. والمرارة هذه كانت أكبر إنه العملية ما كانش سقوط رياضي، كانت سقطت نقولوا احنا بعملية مبرمجة، عملية مدبرة. اللي صار امس عبارة على فيلم، شكون البطل نتاعو زايد في ذكر الاسامي، الناس كلها تعرف الواحة والوجوه الرياضية، وخاصة الناس الاختصاصيين تاع كرة اليد يعرفوا الشيء هذا. الشيء هذا صار عم ناول، لكن صارت فيه ضجة إعلامية نوعا ما صحيح، وصار على اتحاد قرمدة. لكن لحسن الحظ انه اتحاد قرمدة عم ناول قاف الناسيونال كان ثم حوايج بيدو ونجم يعملها، وهيك علاش تم البقاء نتاعو عم ناول. بس لقينا الظروف الكل ظروف اقوى منا كهيئة، ما نجمناش نتصرفوا في حدشين. لقينا روحنا نلعبوا ضد فريق ما عنده حتى انجو في المباراة هذه، لكن لقيناه في التوب نتاعو. بون نشكروه لانه هو قام بالميثاق الرياضي، معناتها ما خالفش الميثاق الرياضي. لكن مالوريزمون هالشحنه اللي صارت للفريق المكان المهديه والشيء اللي صار في فرق اخرين، نحسوا بها اني عمليه مدبره، وواضحه اني عمليه مدبره. شكون ورا الشيء هذايا؟ اكيد ثم عباد اللي عملت عمناول، هي اللي عملت السنة. هنا وين انا باش نلوم المكتب الجامعي، عندي لوم عليه المكتب الجامعي ما غير تهم، نلوم المكتب الجامعي على رئيسه السي كريم الهلالي انه ما قام بحتى ردة فعل، ثم حتى ردة فعل من بداية الاسبوع. لانه الشيء تعرفت من نهار السبت العشية بعد وفاة الجولة قبل الختامية، ثم 4 أطراف معنيين بالسقوط. الحسابات الكليكة وضاحت من نهار السبت في الليل بعد نهاية الجولة هذه. ما ثم حتى ردة فعل المكتب الجامعي، لا تحفيز لرؤساء النوادي بتاع ال4 فرق اللي مش يلعبوا، اللي عندهم معنى، اللي عندهم دخل بالجمعيات اللي مش تطيح، اللي هما نقولوا احنا النادي الافريقي والترجي الرياضي وشبيبة الشاحية ومكارم المهدية. ما ثم حتى حافز ولا ما ثم حتى قاعدة مع المكتب الجامعي للرؤساء النوادي هذه ولا لرؤساء الفروع متاعها. قاعدة الأمور سايبة. الجمعيات اللي هذا عمل اللي شاف لازم يتعمل بضغوطات مش بضغوطات، ما نحب نكلم حتى إنسان. بقينا الشيء صار ومهزلة صارت. عمناول ما تكلمناش احنا برشا كقرمدة، لكن السنة بما ان العملية تعاودت لازمنا نتكلموا، لأنه يمكن العملية مش تنجم تصير ساقية الزيت عام الجاي، تنجم تعاود تصير القرمدة نهار آخر، تنجم تعاود تصير الشاحية نهار آخر. ماذا بينا التيار هذا يقف، وماذا بينا احنا نعملوا ردة فعل باش الشيء هذا يبقاش يعاود يصير على الأندية نتاع صفاقس ونتاع الجنوب التونسي. شوف شي النتائج نتاع الفرق الاخرى، خاصه انهزام الترجي الرياضي التونسي وانهزام النادي الافريقي امام فرق مع كامل احترامي لهم نقولوا معناها تبع المستوى على مستوى الفرق هذه، وتشريك لاعبين معناها من اصناف اخرى، من اصناف الصغرى في المقابلات هامه كما هذه، يخلي الاقاويل حول نتائج المقابلات هذه. اكيد هي مفاجاه كبيره، معناتها احنا ما قريناش حسابنا، احنا حتى اتحاد قرمدة نهار اللي قلنا احنا اوفيسيالمون منعنا، نظرا لكون ما كناش نتخيلوا انه النادي الافريقي ولا الترجي الرياضي فرق عريقه وتحضر البلاي اوف تلعب جونيور. عليه ما لعبت مكارم المهديه بالجونيور نتاعها وقت اللي هي تحضر في البطوله العربيه، لكن مكارم المهديه لعبت بالفريق نتاعها لان قاعده تحضر في كوب داراب، دونك اعتبرته عباره عن ماتش اميكال تحضيرا للبطوله العربيه اللي مش يكون بعد 4 ايام. عكس ذلك شفناه من يمكن شبيبة الشاحية ما نلومهاش ياسر خاطر فريق مجروح، دونك نعتبره قام بواجبه. لكن الزوز فرق الاخرى اللي هي الترجي والنادي الافريقي نعتبرهم معناتها اختاروا الحل السهل باش ما نوجهش حتى التهمه
ونعرف شو قاعد نقول. اختاروا الحل السهل انهم يلعبوا بفريق الاواسط نتاعهم ولا يلعبوا بالدوزيام كيف نتاعهم باش يبعدوا على كل احراجات ويبعدوا على كل ضغوطات ويبعدوا على كل اللوم عليهم. هذاك هو اللي صار امس، وحاجه غير متوقعه صارت. ماذا بينا مبقاش تتكرر، وماذا بينا الناس اللي لاهيه بالرياضه كامله مش كان كره اليد تفتح تحقيق في هدايا وتستدعي العباد المعنيه ونشوفوا سبب الداوين ونشوفوا بصدق شكونوا بطل الفيلم هذا اللي صار امس واللي صار زاد عملناه وجت يا بون في اللي صار عملناه زاد خاطر نفس الشيء يتكرر باش مبقاش يعاود يتكرر الشيء هذاك. وشنو الخطوات العمليه اللي مش ياخذها اتحاد قرمده في مواجهه ما يمكن باش نسميوه مؤامره على اتحاد قرمده؟ والله اتحاد قرمده مش يبلغ صوته للاذاعات الكل، مش يبلغ صوته للصحافه المكتوبه، مش يبلغ صوته نفس الشيء للتلفزه. هذا هو الشيء اللي نجموا احنا نعملوه. ما عندنا بيدنا حتشين، لا عندنا دخل في مكتب جامعي، لا عندنا دخل في رابطه نتاع كرة اليد نتاع الجنوب. هذا شيء احنا ماهوش بيدنا وما نجموا نعملوا حتشين وما يعنيناش. احنا جيت باش نبلغوا صوتنا انه راهي صارت مظلمه على قرمده باش الناس كليك تعرف اللي صار امس. غدوة ممكن مش تعقدوا ندوة صحفية في صفاقس لتوضيح الأمر للصحافة المكتوبة والمرئية والإلكترونية. خذيتوا القرار هذا ولا ما خذيتوش؟ والله هي فكرة تويكية تراودنا احنا كهيئة، بقينا نجموا العشية ننظروا في الموضوع هذا وإن شاء الله مش نتموا الشيء هذا ومش نراو مقر في مدينة صفاقس في وسط مدينة صفاقس باش يكون قريب للناس الكليكا وباش نظنوا بأكثر حضور نتاع أهل الميدان في الصحافة المرئية وفي الصحافة المكتوبة. شكرا.